مساء الفل عليكم. برشلونة موسم للنسيان. الواحد طفح بيه الكيل مع برشلونة. من أول الموسم لعبنا 3 4 ماتشات حلوين، ريال بيتيس، أنتويرب، ماتشين تاني ونفوز بالخمسة في ماتشين ورا بعض، وإنها سلكت وفتحت. وهننسى المواسم بقى بتاعت اللي فاتت، وتشافي هيلعب لعبه وتيكي تاكا ونحقق اجوان ونوصل في دوري الابطال مسافة بعيدة، وننافس الريال على الدوري، وناخد السوبر في يناير، وننافس في الكاس وليه لا، ممكن نحقق ثنائية بالكاس والدوري، ودوري الابطال نوصل فيه مسافة بعيدة. وهو يساعدنا شوية في مشوار كاس العالم للأندية. بالمناسبة، موضوع كاس العالم للأندية ده موال بالنسبة لابورتا. اكتر حاجة مخلية لابورتا صابر على تشافي، وفي نفس الوقت ممكن لابورتا يقيل تشافي بسبب موضوع كاس العالم للأندية. لابورتا مش عارف يلاقي حاليا او مدرب يبقى اعلى من تشافي، او فاهم الفرقة بتاعت برشلونة، او الادوات اللي متاحة عند برشلونة حاليا تناسبه، ويجيبه. لابورتا يجيبه عشان يكمل بيه الموسم ويروحوا في حتة بعيدة دوري ابطال اوروبا. لابورتا بيعول، تمام، ان الدافع الكبير اللي هو مديه لتشافي، او الضغط الكبير اللي هو حاطه على تشافي في دوري ابطال اوروبا، ان تشافي يضغط على الفرقه. لابورتا مش همه دوري. يعني بالنسبه له كويس ان برشلونه يجيب دوري عشان يحقق مكاسب اقتصاديه، ويبقى شكله كويس قدام الرعاه، ولو رعاة بوما اللي هي عايز تتبدل بدل نايكي يحقق منها اكبر عائد مادي. الحاجات دي كلها كويسه. وفارق معاه طبعا هو كان ياخد بطوله كاس السوبر من مدريد. فارق معاه طبعا الكاس، بس ما فيش حاجه من دول فارقه مع لابورتا قد كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه هيدخل ليلابورتا مشاركته بس فيه 50 مليون، وحاليا دلوقتي ما يقدرش يشارك فيه. عشان يشارك فيه لازم قصه تحصل مع برشلونه كده، وقصه تحصل مع اتلتيكو مدريد في دوري الابطال نبقى نحكيها في فيديو تاني. لكن دلوقتي كل تفكير لابورتا، طب اجيب مين؟ لو مشيت تشافي هجيب مين؟ الريبين الفري، ما عندوش غير هانز فليك هو اللي متاح. وبعد تجربة ألمانيا هانز فليك ممكن ممكن لا. وهل يجيبوا نص موسم او يجيبوا يجرب؟ برضه مش ضامنها. يعني ممكن هانز فليك الادوات نفسها بتاعت برشلونة المتاحة حاليا ما تناسبوش. طب هيجيب مين؟ مدربين ماضيين عقود. مين افكاره مقاربة شوية لبرشلونة؟ ما فيش حد غير مثلا ممكن ديزيربي برايتون. برضو عشان تجيبه في كاس العقد مع برايتون هتدفعه، وفي عقد هيمضيه مع برشلونة، وما اعتقدش ان هو هياخد مرتب اقل من بتاع تشافي. وعشان تمشي تشافي في فلوس كتير هتدفع. الله اعلم اساسا الليجا هتوافق ان برشلونة يسجل ديزيربي ولا لا. لما جه تشافي جديد كان في مساعدين ليه بيشتغلوا تمام من بره من غير ما يتسجلوا ان هم من ضمن الفريق الفني، تمام، بتاع من ضمن الطاقم الفني بتاع المدرب الرسمي. كانوا بيشتغلوا معاه من بره بسبب ان الفلوس ما وفرتش، او ما بقتش كافيه ان هو يسجل المجموعه كلها، مجموعه تشافي كلها، الطاقم الفني بتاعه، الطاقم التدريبي بتاعه. فدي معضله بالنسبه له، ما مش ضامن ان هو يمشي تشافي يعرف يجيب حد تاني في سواء فري او غير فري. هيسجله ازاي المرتب؟ افرض ما نجحش تشافي. يعني لابورتا حط كل اللي في جعبته، لم كل الفلوس ورهن النادي، وجاب شويه صفقات وقال لهم لتشافي اتفضل. او بمعنى اصح قال لتشافي عايز ايه صفقات؟ اتفضل روح هات من السوق، بس المهم تنجح. تشافي الصفقات كلها اللي جايه لبرشلونه ما عدا جواو فيليكس، تمام، باختيار تشافي. وما عدا روميو اتجبر عليه تشافي بسبب ان مفيش خيارات تانية في السوق. اي صفقه تانية غير دول جايه باختيار تشافي. فدلوقتي الاختيارات كلها مش اختيارات نادي قد ما هي اختيارات شافي. لو جه مدرب تاني هل الادوات دي هتناسبه ولا لا؟ دي مراهنه. لابورتا لو عنده رفاهيه الفلوس زي السنين اللي فاتت، او عنده رفاهيه ان المدرب واثق ان هو هيجيبه فري هينجح، مش هيستنى على تشافي. وفي نفس الوقت مش عايز يدخل مع تشافي فكره ان هو يقيله فيدفع له تسويه عشان يمشيه. هو لا، مش عايز كده. انت عايز تمشي امشي من نفسك، انا مش هقيلك، انا ما عنديش فلوس اديها لك اساسا. طيب دلوقتي برشلونة رايح على فين تاني؟ يعني انا ما شفتش فرقة في المتهلهلة بالمنظر ده. شفتش فرقة تركيزها مفقود بالطريقة دي. برشلونة الموسم ده استقبلت 3 تجوان في اول دقيقة، ثانية 15، ثانية 22، ثانية 38 في ماتش بلباو. برشلونة في ماتش بلباو استقبل لعب لدرجة ان هو اتشات عليه 35 كورة، تمام، في 120 دقيقة. دي ما حصلتش من موسم 2013 2014.
برشلونه الموسم ده واكل 4 من ريال مدريد، واكل 4 من جيرونا على ارضه، واكل 4 من ريال مدريد مرتين، واكل 5. تمام، 5 دي ما حصلتش من سنه 1800 سوري 1900 و 1985. 5 دي ما حصلتش من سنه 1985 ان برشلونه ياخدها في ملعبه، جوه ملعبه، سواء كان بنو او الملعب الجديد، يعني في الملعب اللي برشلونه بيلعب فيه هوم. دي ما حصلتش من سنه 85 تقريبا، رينج 82 85 حاجه شبه كده. ازاي يعني؟ دي مهازل. الاجوان يعني النهارده مثلا ماتش فيا ريال كان برشلونه هيستقبل جون في الدقيقه الثانيه او الدقيقه الثالثه. ده ملوش حل او ملوش تفسير غير ان الفريق ده فاقد الشغف، فاقد التركيز، بينزل عقليته في حته تانية، كل لاعب في حته تانية، كل لاعب مشتت، الفرقه مش لامه على بعض. برشلونه لفين رايح؟ فين تاني؟ كاس سوبر، كاس، دوري. الدوري راح خلاص، هننافس في الدوري فين تاني؟ ما فيهاش خلاص. ودوري الابطال لو برشلونه بالمنظر ده، نابولي هيفسحك رايح جاي وهيطلعك. بالمناسبه دلوقتي لسه نازل قرار رسمي ان من لابورتا ان القرار في ايدي تشافي اذا كان عايز يكمل او لا، لكن بالنسبه للاداره تشافي مكمل. تشافي طلع بعدها وصرح ان هو اخره الموسم ده مع برشلونه، يعني هيمشي نهايه الموسم. هل لو بالاداء ده من خروج مبكر من دوري الابطال، او لو فضل الاداء كده برشلونه يخسر او يتعادل او الاداء هزيل كده قبل ماتش نابولي بحاجه بسيطه، لابورتا برضه هيخليه؟ مش عارف اقول ايه يعني. برشلونه في ورطه، ورطه كبيره. اعتقد الظروف الماديه الاقتصاديه هي اللي حاطه لابورتا في الزنقه دي. مش عارف يقيله، هل هيعرف يسجل المدرب اللي هيجيبه؟ هل هيعرف يكسر عقد مثلا ديزيربي؟ هيجيب هانزي فليك نفسه هيقتنع؟ هل الخامه اللي موجوده هتناسب هانزي فليك؟ هيمشي بتشافي على امل ان هو يعمل رومونتادا على نفسه ويحقق حاجه، او يروح في دوري الابطال يعدي نابولي ويشوف القصه بتاعت اللي هي تخليه يشارك في كاس العالم للانديه دي اللي قلنا هنتكلم فيها بعدين؟ معرفش. اللي انا اعرفه ان برشلونه خلينا في قط الشغف خلاص. يعني الله يسامحك يا ميسي، دبستنا في الفرقه وخلعت، الله يسامحك.